خليك معايا وانت مش هتندم. مع دقايق من المتعة والإثارة والتشويق بيبدأ الفيلم بالجندي الألماني كليمنز وهو بيبدأ رحلة سفر مع الجيش للحرب ضد روسيا. في اللحظة دي يودع كاترين مراته وبنته ليزا، وبتكون كاترين متأثرة جدا انه هيسيبها ويمشي، وبتقول له انها حامل علشان يتحمس يرجع لهم في أسرع وقت. وبنته ليزا كانت متضايقة لسفر والدها وقالت له وعدني يا بابا انك مش هتتأخر علينا وما تقطعش الجوابات. ووعدهم كليمنز انه هيرجع لهم في حفلة راس السنة علشان يحتفلوا بيها مع بعض. وبعدها بيتحرك مع زمايله للجيش، واثناء الحرب بيتقبض عليه وبيتحاكم كأسير حرب، وبيكون الحكم مؤبد 25 سنة مع الأشغال. وبتصدر أوامر لسفرهم بالقطر للمكان اللي هيتحبسوا فيه، وبتكون الرحلة صعبة جدا لأن الدنيا تلج وبيكون الجو برد، لدرجة إن كليمنز ما كانش قادر يتحرك من مكانه. ده حتى بيموت واحد منهم ومحدش بيقدر ينقذه. والجيش بعت رسالة بعد فترة لكاترين مراته بيقولوا لها إن كليمنز ملهوش أثر في المعسكر، وإنهم مش متأكدين إنه أسير حرب ولا لأ، وإنهم مش عارفين أي معلومة عنه. في الوقت ده كاترين بتكون خلفت وبتربي ابنها لوحدها مع بنتهم ليزا. وأثناء ما كانوا لسه في طريقهم للسجن بيقابل كليمنز واحد من زمايله عنده خبرة في رسم الخرايط، وابتدى يرسم على حتة القطر خريطة، وقال لهم انهم متجهين لاقصى الغرب وان بلدهم جهة الشرق، والمسافة هتكون بعيدة جدا عن بلدهم لو قرروا الهروب. واتضايقوا جدا، وواحد منهم زعق لهم وقال لهم انتم لازم تفتخروا بنفسكم لانكم بتضحوا علشان بلدكم ينتصر في الحرب. واتخانقوا اثناء خلافهم مع بعض في القطر وقف، وبدأ الحراس يفتحوا باب القطر وينزلوهم منه، والمساجين بقوا ينزلوا زمايلهم اللي ماتوا من شدة البرد. وأمر الحراس إن كل واحد منهم يشيل 4 قطع من الخشب علشان يتدفوا بيهم. ولما جه الدور على كليمنز يشيل الخشب سرح وافتكر مراته وبنته، وإنه وعدهم إنه هيرجع لهم ومش هيقدر يوفي بوعده، وإنه مش عارف الأيام اللي جاية هيكون مصيره فيها إيه. وساعتها شال أكتر من 4 قطع خشب لأنه كان سرحان في عيلته. وضربوا حمل الحراس وفوقوا على الواقع المؤلم، ووزعوا عليهم أكل برغم إنه ما كانش كتير، لكن فرحوا بيه جدا لأن بقالهم أكتر من 3 أيام ما كلوش أي شيء. وكان كليمنز بيشجعهم إنهم يتماسكوا وإن الأيام الجاية هتكون أفضل بكتير. وفضل يتذكر مراته وبنته، ونام وصحي على الحراس وهم بينزلوهم علشان يرحلوهم على السجن. ولما نزل المساجين من القطر من كتر عطشهم بقوا بياكلوا من التلج اللي في الأرض، والحراس بيضربوا فيهم بطريقة مهينة جدا، ومن شدة عطشهم ولا حسوا بأي شيء وفضلوا ياكلوا من التلج. وقالوا لهم إنهم لازم يكملوا الطريق للسجن مشي، لأن مفيش أي وسيلة مواصلة تنفع في الجو ده، واللي كان مش بيقدر يمشي كانوا بيخلصوا عليه. ده حتى اللي كان بيغرق منهم كانوا مش قادرين ينقذوه. وأخيرا وصلوا لمبنى السجن بعد عناء وتعب وجوع وموت استمر أكتر من 3 شهور. وما كانش فارق معاهم السجن قد ما كان فارق معاهم الهروب من الجو ده، وابتدوا يدخلوا سرايرهم. وكانت دكتورة السجن بتكشف عليهم علشان تحدد أسامي المساجين اللي صحتها كويسة وجاهزة للعمل. والدكتور المساعد كشف على مسجون واكتشف انه مصاب بمرض التيفود المعدي، والدكتورة كانت مصممة انه سليم. وقالت له الدكتورة انت نسيت ولا ايه؟ مين المسؤول هنا؟ وقابلوا الضابط المسؤول على السجن وسلموا له تقارير بالسجناء. وتاني يوم الصبح بدأ تسليم المساجين عملهم، وهو التنقيب على الفحم وتحميله. وبعد كده حموهم وحلقوا لهم شعرهم وسلموهم لبس جديد. وكاترين راحت الوحدة العسكرية وسألتهم عن أخبار جوزها، لكن للأسف ما قدرتش توصل لأي معلومة عنه. وقالوا لها ده مش معناه إنه ميت، وإن في مفاوضات مع الروس لو هو أسير حرب هنبلغك. وكليمنز حزن جدا أكتر لما صح وقع عليه الطوب وهو بيحفر. والضابط بعت لكليمنز وقال له من أوراقك عرفت إنك ميكانيكي وتعرف تصلح المكنة دي. وكليمنز قال له هصلحها لك بس سيبني معاها لوحدي، أنا مش عايز مساعدين معايا. وفعلا الضابط سابه لوحده وصلحها، لكن خدت منه وقت كبير جدا. وبعد ما صلحها بص يمين وشمال وما لقاش حد. قال هي دي لحظة الهروب. ولأن الحراس عارفين إن أي حد يهرب من السجن هيموت في خلال يوم بسبب الجو البارد جدا وقلة الأكل، ما كانش فيه أي أسوار حوالين السجن. وجري كليمنز وشاف مقطورة قطر وركب فيها وخدته ومشي. لكن المفاجأة إن المقطورة وقفت وقدر يمسكوا واحد من الحراس وقبض عليه وسلمه للضابط وحبسوه في غرفة تحت الأرض. وكان الجو بارد جدا، والضابط قال له عايز تهرب يا كليمنز، وحتى لو كنت عرفت تهرب اسمك متسجل عندنا، وفي اتفاقية بيننا وبين الروس أسير مقابل أسير، وهيرجعوك لينا تاني.
وامر الحراس يخرجوه من تحت الارض. والظابط قال له الكلمه الشهيره: انت مش هتسيب المكان ده ابدا وهتدفن هنا. وخدوا الحراس لمكان فيه مساجين غير زمايله، واللي كان تقليد في السجن اللي بيحاول يهرب زمايله هم اللي بيعاقبوه. وبداوا يضربوا كليمنز ضرب جامد جدا وهو مغطي دماغه بايده، ومن شده الضرب اللي اتعرض له اتصاب اصابه جامده. وجاله الدكتور اللي كان واضح انه متعاطف معاه جدا، وقال له: انت تبقى مجنون لو انت كنت فاكر ممكن تهرب بالطريقه دي. وكليمنز مسك الدكتور وقال له: ساعدني ابعت رساله لاهل ابوس ايدك. وبنته ليزا كبرت شويه ولسه عندها امل ان والدها لسه عايش وبتنتظر رساله منه. وفي يوم الكشف على كليمنز قال للدكتور: ساعدني ارجع بيتي. الدكتور قال له: انت لازم تهيئ نفسك الاول، انت محتاج لبس يدفيك اثناء الهروب من الجو ده، وكمان حذاء مناسب، ولازم كمان يكون معاك بوصله عشان تعرف الاتجاهات. وقال له كمان: هتعمل ايه لو ما لقيتش اكل؟ وهتولع ازاي نار في درجه حراره 40 تحت الصفر؟ انت ما تعرفش حاجه عن الهروب. اللي ما تعرفوش ان الهروب من هنا سهل جدا، لكن انك تعيش في الجو ده مستحيل. وبعد ما الدكتور كشف على كليمنز لقى درجه حرارته عاليه جدا، وقال انه لا يصلح للعمل بسبب درجه حرارته العاليه. لكن الضابط رفض القرار بشده وزعق لهم وقال لهم: انا المسؤول هنا، المسجون ده يرجع لشغله تاني. ساعتها الدكتور قال لكليمنز: انا عايزك بالليل ضروري. واتسحب كليمنز بالليل وراح للدكتور اللي وراه خريطه وبدا يديله لبسه وجزمته. قال له كليمنز: هو انت مش هتهرب معايا؟ وكليمنز كان رافض يهرب لوحده، لكن الدكتور قال له: لو انت ما هربتش النهارده بالذات هيموتوك هنا. والدكتور قال له على مكان مخبي فيه اكل وحاجات هيحتاجها اثناء هروبه، كان مجمعها علشان يهرب بيها، لكن مرضه هو اللي منعه من كده. واداله مسدس، وبنكتشف ان الدكتور محارب من الجيش الالماني ومسجون زيه بالظبط ومصاب بالسرطان وما عندهوش فرصه للنجاه من المرض ده. وقال لكليمنز: كل اللي طالبه منك تبلغ مراتي اني كنت مسجون معاك ومت هناك، لان بقاله سنين طويله هي ما تعرفش حاجه عنه. وقال له الدكتور: امشي في طريق الشمال عن طريق الساحل، لان الحراس هتبدا تدور عليك من ناحيه الغرب. واتسحب كليمنز وخرج من الباب ومسح آثار التلج من الباب. وفي لقطة جميلة شفنا نظرة كليمنز للدكتور بيشكره من قلبه على مساعدته ليه. وبدأ كليمنز رحلة الهروب في جو صعب جدا ما يتحملوش إنسان، وراح على المكان اللي وصفه له الدكتور وخد الأكل والأدوات اللي هتساعده أثناء رحلته. ولما اكتشف الضابط هروب كليمنز راح للدكتور اللي اتفاجئ إنه انتحر. وأثناء هروب كليمنز سمع صوت كلاب وعربيات بتجري وراه، حس إنه خلاص هيتقبض عليه. فضل يجري ومن تعب وقع على الارض، والعربيات عدت من فوق منه. واللي بنشوفه ان هم مش حراس، لكن دول كانوا مجرد صيادين. لكن الحراس بعد البحث عن الهارب وبسبب الجو الصعب ما عرفوش يتوصلوا ليه، وتوقعوا انه مات واتدفن تحت التلج. لكن الضابط كان متضايق جدا ومش متقبل فكره موت كليمنز وانه مازال هارب. واثناء رحله كليمنز الاكل خلص منه، وكان حاسس ان نهايته قربت وانه مش قادر يكمل، وانهار ووقع على الارض. وفجاه سمع صوت كلب البحر، فرح وطلع مسدسه وجري وراه. ولما اصابه فرح جدا لانه هيتدفى منه، وكمان هيكون وسيله اكل مناسبه من الجوع الشديد. وبيلاقي شجره وبيفرح لانها دليل على انه قرب للمكان الصحيح. وبالليل بيولع نار وهو نايم. بيتفزع لما يلاقي 2 من الصيادين بيسالوه عن سبب وجوده هنا لوحده، وعرضوا عليه ان هم يساعدوه وحذروه من وجود عاصفه في طريقها للمكان ده، الا انه رفض مساعده منهم وسابوه مشيوا. والعاصفه هبت فجاه والشجره وقعت عليه ونقذوه الصيادين اللي قالوا: احنا حذرناك وانت ما سمعتش كلامنا. وخدوه ركبوا مركب في النهر، الا ان واحد من الصيادين كان خاين وساب صاحبه يقع في النهر وما نقذهوش. لكن كليمنز مرضيش يتخلى عنه ونقذه من الغرق. ساعتها صاحبنا اللي كان بيغرق خلص على الخاين وقال لكليمنز: ما تزعلش عليه، ده انسان خاين وكان عايز ياخد كل الذهب اللي جمعناه لوحده. وطمن بطلنا وقال له ما تقلقش، واكد له انه عارف الطريق لوحده. ومشوا في طريقهم، وبنتفاجئ ان الشخص اللي كليمنز انقذه من الغرق ضربه وهدفه انه يقتله. صحيح ما تأمنش للخاين، ووقع كليمنز وكان مصاب، والديابه اتلمت عليه من خوفه، طلع فوق شجره والديابه بتحاول تقتله ومسكته من رجله، والشجره اللي متعلق عليها انكسرت وكان خلاص مستسلم لمصيره. الا ان في اللحظه دي واحد انقذه وخده على العربيه، ودي كانت قبيله صينيه عايشين في المكان ده. عالجوه واهتموا بيه وحكى لهم عن قصته، وهم وقفوا جنبه واهتموا بيه خالص. وصديق كليمنز الصيني اللي انقذه من الديابه قال له: الجيش الروسي بيدور عليك ولازم تسيب المكان بكره الصبح. فعلا سلم عليه وودعه واداله عربيه وكلب علشان يساعده في طريق رحلته. وسافر كليمنز في رحله جديده ومش عارف ايه اللي هيقابله. وهو ماشي في طريقه الكلب جري منه
وفضل ينبح، ولما كليمنز وصل ليه شافه بيحاول يتهجم على عمال تقطيع الخشب، ولما راح عشان يوقفه قابله المدير بتاعهم اللي كان شاكك في كليمنز لان اخبار هروبه وصلت في كل مكان في البلد. لكن الغريب انه سابه يمشي لانه مش عايز يتدخل في مشاكل مع الجيش ويعطل اعماله. وركب كليمنز القطر متوجه للشمال، وكان فرحان جدا متخيل ان كل شبر بيمشيه بيقربه لوطنه. لكن اللي كليمنز مش عارفه ان الضابط كان اذكى منه وعارف الطريق اللي هيمشي عليه، واستناه في طريق القطر في كمين من الكماين. ولما القطر ابتدى يهدي لاحظ كليمنز الكمين، نط من القطر ولقى الضابط قدام عينه. قال له الحمد لله على السلامه، انت جيت في الوقت المناسب. وفجاه الكلب اتهجم على الضابط وهرب كليمنز بسرعه. كانوا بيجروا وراه لكن ما قدروش يوصلوا له، واتسلق فوق سلم ونط من عليه على قطر كان ماشي بطيء، وهرب منهم ونزل في قريه ودخل سوق وكان جعان لكن مش معاه فلوس. ولما لاحظ البياع ان كليمنز جعان اداله اكل في جيبه، وده شد انتباه راجل كان واقف في السوق. مشي ورا كليمنز اللي دخل جوه كنيسه، وكان وراه الراجل البولندي ده اللي كان عايش في روسيا وبيكره حكومتها جدا، وقال له انا عارف انك هربان، وخده على بيته وعمل معاه الواجب وساعده على استخراج جواز سفر علشان من غيره مش هيعرف يعدي من الحدود، واداله اسمه مستعار وقال له انت جندي في الجيش بتقوم بواجبك وانا كمان بقوم بواجبي معاك. ولما اداله جواز السفر قال له احفظ الاسم كويس وبياناتك الجديده. والظابط جات له معلومات عن اللي عمله الراجل البولندي وراح له واجهه بيها، ومن كتر ضغط الظابط على البولندي ولانه بيعاني من مرض القلب جات له ازمه قلبيه توفى البولندي بسببها. وكليمنز حجز رحله على الاتوبيس علشان تقربوا للحدود، لكن في نص الطريق الشرطه وقفت الاتوبيس وقالت لهم ان في انهيار في الجبل والطريق مقفول ومش هينفع يعدوا من عليه. ولما سال كليمنز الحارس عن باقي المسافه للحدود قال له انها بعيده جدا ومستحيل شخص يقدر يمشي على رجليه. ومشي كليمنز الطريق، ولانه متعود في رحله هروبه انه يمشي مسافات كبيره ما كانش صعب عليه الطريق. ولما وصل لباب الحدود الحراس كانوا مستغربين ان في شخص يقدر يمشي المسافه دي كلها، وبعد المشاوره ما بينهم ما شكوش في الباسبور وما شكوش فيه وسمحوا له بالعبور للحدود الايرانيه، وفتحوا له البوابه وبدا يمشي على الجسر اللي بيربط ما بين الحدود الروسيه والحدود الايرانيه بخطوات بطيئه جدا، ماشي ومش مصدق ان بعد لحظات هيكون قدر يفوق من الكابوس ده. وفجاه في نص الكوبري شاف الضابط قدام منه اللي كان مسؤول على السجن، لكن بعد لحظات من النظر في عيون بعض وسع له الضابط الطريق وسابه يعدي، لكن قال له هو بيعدي انا كده انتصرت. واتسمر كليمنز مكانه لان الكلام ده في الجيش معناه كرامه، وكان قصده يقول له ان كرامتك اتهزت لما معرفتش تهرب وانا قدرت امسكك برضه، لكن انا مش همسكك وهخليك تعدي بمزاجي. ودخل كليمنز الحدود الايرانيه اللي انهم برضك قبضوا عليه واتسجن تاني بتهمه انه جاسوس لصالح الروس، برغم انه قال لهم انه جندي في الجيش الالماني وشرح لهم موقفه اللي انهم مش مصدقينه. وكمان لما قال لهم ان خاله هو السفير الالماني عندكم، وبعتوا فعلا للسفير الالماني عشان يشوف الكلام ده، وما كانش قادر السفير الالماني يتعرف عليه وما كانش مقتنع انه ابن اخته ومش متاكد من صحه كلامه، عشان كده جاب له البوم صور وفتحوا له وبدا يساله عن معلومات للصور دي. وشاور كليمنز على صوره وقال لخاله السفير ان الصوره دي بعتها لوالدتي بمناسبه عيد ميلادها، وقال له كمان ايه مكتوب ورا الصوره من قبل حتى ما يمسكها. ولما اتاكد السفير من صحه كلامه حضنه ورجعه لبلده. ولما رجع لبيته لقى اسرته جوه الكنيسه، واتصدمت مراته وبنته من الفرحه بعد غياب استمر اكتر من 3 سنين. والحقيقه ان قصه الفيلم حقيقيه حصلت سنه 1944 بهروب كليمنز فوريل في الحرب العالميه الثانيه، واللي انتصر فيها روسيا بشكل حاسم بعد تضحيات جامده بين الطرفين. وفي نهايه الفيلم بشكركم من قلبي على المتابعه، وبتمنى من حضراتكم الاعجاب والاشتراك، وقلب شويه في القناه هتعجبك والله. والسلام عليكم.